الفيديو ده من دافينشي ريزولف هنتكلم على التأثيرات او الافكتس، وهنا في التول بوكس عندنا في افكتس هنا كده وتأثيرات كتيرة جوه البرنامج جاهزة ان احنا نستخدمها وازاي هنستخدمها اصلا. في تأثيرات تانية اسمها فلترز، كل الكلام ده هنتعرف عليه واحدة واحدة كده في الفيديو ده. ركز معايا، جيب المشروب اللذيذ بتاعك ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله، أنا عمرو عطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده أنت بتوصل للتأثيرات أو الإفكتس بتاعتك من هنا، بدل الإفكتس وبعد كده بتنزل عندك تلاقي عندك إفكتس، وزي ما أنت شايف كده إفكتس عندك في إفكتس برضو دي فيوجن، ان هو ممكن اخش في فيوجن اعمل عليها شغل اكتر. فالإفكتس ديت زي ما اتفقنا ان احنا ممكن نستخدمها عادي، ولكن دي برضو بتقل عندنا الجهاز شويه لو انا يعني افرطت من الاستخدام فيها. تعالى برضو بنفس المنطق ان انا بشوف بريفيو كده للتأثير بتاعي بيبقى عامل ازاي. بقف على التأثير كده وبتحرك بالماوس بالمنظر ده، وهنا التأثير ده باين ان هو اكنه ايه، نضاره معظمه كده، وباين اكننا مثلا في مركب وببص على الدولفينز اللي في الميه. في عندي برضو CCTV اكن دي كاميرا مراقبه. البوردرز بتاعتنا كولرد بوردرز. طبعا كل التأثيرات ديت قابل للتعديل عادي، ممكن اظبط فيها كذا حاجه، زي مثلا الكولرد بوردر ديت ممكن اخلي البوردر دي باي لون تاني. بص دي لذيذه، دي فيها شغل يبان ده انا عملت تأثير، يعني حاجه سريعه جدا، بس بص عملت منظر جامد في الفيديو بتاعي. DSLR يبان اكن انا مثلا بعمل حاجه في الكواليس بيهايند ذا سينز. ففي عندك حاجات كتيره عايزك تخش تتفرج عليها كده، تدي لنفسك. بص النايت فيجن دي بان جدا في الافلام بقى مارينز وكده. فدي كده كلها افكتات جاهزه ممكن استخدمها بشكل سريع. عايزك تخش كده ايه، تتفرج عليهم واحده ورا الثانيه، تاخد فكره كده عشان تعرف توظفها بشكل افضل في المشروع بتاعك. بس تعالى كده نضيف مثلا التاثير بتاع اللي هو DSLR ده. هنشد كده الافكت بتاعنا ونيجي على الكليب نفسه ونسيب. هنا برميه على الكليب نفسه، هو بيطبق عليه كله على بعضه. دي طريقه ان انا بضيف على الكليب على طول. وطبعا انا خلاص اضفت التاثير على الكليب. طب فين التحكم فيه بقى؟ لو انا وقفت عليه كده باجي عندي هنا فوق في الانسبكتور، بعد ما كان عندي التحكم فيه فيديو بس، بقى عندي دلوقتي مفتوح حاجه اسمها افكس. يعني اي تاثير هحطه دلوقتي هينزل معايا هنا، عشان كل الكنترول على التأثير ده يبقى قدامي هنا. وبرضو لو انا عايز ابص بشكل افضل على الانسبكتور يبقى مفتوح قدامي كله. ركز معايا، السهم الصغير ده اللي جنب الانسبكتور لو دوست عليه كده هو بيقول لك اكسباند. لو دوست عليه كده بيفتح لك بيخليك الانسبكتور بشكل طولي اكتر، بحيث ان انت تبقى شايف بشكل افضل. لو انا مثلا عايز اعدل اي قيمه في الايفكت بتاعي هنا كده، مثلا قيمه الشاتر سبيد افتحها كده هخليه 1/100 مثلا، فبيسمع معايا هنا على طول التأثير او التعديل. وعايز اخلي الكلر بتاعي مختلف، عايز اضيف اي حاجه عندي يظبطها لي، عايز اظبطها من هنا. وطبعا زي ما اتفقنا ان كل الحاجات اللي بظبطها هنا دي كده جنبها علامه الكي فريم، فانا ممكن اعمل لها كي فريم. يعني الموضوع منتهي دلوقتي بالنسبه لنا. لو احتجت حاجه زي كده يعني ممكن ما احتاجش خالص، يعني هو التأثير بالنسبه لي كده كافي خلاص. فبالنسبه لي تمام. عايز ارجع على الفيديو بتاعي اللي هو الانسبكتور بتاع الفيديو بتاعي اهو، اروح على الافكس كمان. تمام، دي الطريقه الاولى ممكن تضيف بيها التأثير بالشكل ده. في طريقه تانية برضو افضل، بحيث ان انا مثلا التأثير ده انا عايز اخليه يتطبق على 5 فيديوهات جنب بعض. تعالى كده نجيب 5 فيديوهات يا عم اهو، نجيب مجموعه الفيديوهات دي كده كلها. فمجموعه الفيديوهات بتاعتي دي كده عايز اضيف عليها نفس التأثير دوت يتكرر عليهم كله مره واحده. لو انا بالنسبه لي الموضوع سهل ان انا اخد كوبي بيست هقول لك ماشي، بس لو الموضوع بالنسبه لي كتير او المشروع بتاعي كبير شويه او عايز اضيفه على كل التايم لاين مره واحده، مش اسهل حاجه ان انا اخد كوبي بيست على قطعه واضيف فيها الموضوع ده بشكل يدوي؟ في عندي حاجه اسهل من كده بكتير اللي هو ادجستمنت كليب. لو جيت برضو عندك في الافكس قبل ما تحط الافكت بتاعك بتيجي عندك فوق كده شويه بتلاقي عندك في حاجه اسمها ادجستمنت كليب. ده عباره عن لاير شفاف فاضي ما فيهوش اي حاجه، عشان احط عليه تاثيرات بس، يبقى اللاير ده هو اللي شايل التاثيرات. طب ده هيزود لي ايه؟ يعني هيزود لي حاجه مهمه قوي. تعالى كده شده وتعالى نرميه فوق الكليبات بتاعتي كلها. تعالى بقى التاثير اللي احنا اضفناه في الكليب دوت اللي هو بتاع DSLR دوت، هاخده هروح على افكس كده واقف على التاثير ده كده، احاول ان انا اخده كوبي، كنترول سي. طب هنا كنترول في، مفيش الكلام ده، ما ينفعش اخد التاثير كوبي، ما ينفعش اعمل له كوبي بيست في المنظر ده. فهنا ده ياخدنا لحاجه مهمه جدا، فكره ان انا اعمل بيست لتأثيرات او حاجات انا ظبطتها في كليب عايز احطها في كليب تاني بشكل سريع، بدل ما انا مش عارف اخدها كوبي من هنا او اعملها بشكل يدوي تاني. فحاجه اسمها اتريبيوتس، ان انا باخد الاتريبيوتس اللي هي كل القيم اللي تتحكم في الكليب ده. زي هنا مثلا ان انا حاطط افكت على الكليب ده، فده من ضمن الاتريبيوتس. تعالى كده نعمل كليك يمين على الكليب عشان نروح للاتريبيوتس، وهلاقي عندي كوبي، هعمل له كوبي بس. فكده انا عملت كوبي للكليب
ككل من كل حاجه فيه. دلوقتي انا عايز اعمل بيست للاتريبيوتس بتاعه الكليب اللي انا لسه واخد منه كوبي، فهاجي هعمل بيست على الادجستمنت لاير اللي هو هنا بالنسبه لي. بص انا حطيته على الفيديوهات كلها، هو ما اضافليش اي حاجه، هو لسه شفاف ما فيهوش اي حاجه. بس اول ما هاجي عليه كده نفسه وادوس عليه كليك يمين، بلاقي عندي اوبشن اسمه بيست اتريبيوتس بتاعه انهي كليب اللي انا واخد منه كوبي. بالنسبه للكليب كل الاتريبيوتس بتاعته بتبقى قدامك، كل حاجه فيه متخصصه في الكروب مثلا او الترانسفورم، الاوباستي بقى والبوزيشن، بيتش، ياو، زوم، كروب، فليب، حتى عندك الكالر كوريكشن. لو انا كنت عامل كالر على الكليب دوت فهو يعتبر من ضمن الاتريبيوتس. اللي احنا عايزين ناخد منه البيست دلوقتي هو الفيوجن افكت، ودي اللي معمول لها تشيك. وهنا الحاجه الوحيده اللي انت عملتها في الكليب دوت كانت فيوجن افكتس، اللي هو الافكت اللي انت حطيته، فده بس اللي معمول له صح. لو كنت مغير اي حاجه من الحاجات التانية دي كده كنت هلاقي جنبها برضو علامه الصح موجوده. فبالنسبه لي تمام، انا عايز دي بس، هقول له ابلاي بس. هو ده الكلام. دلوقتي انا حطيت الافكت خلاص بقى، انا هشيله من الكليب الاولاني، هقف عليه كده عندي فيه الافكس، هروح على الافكت هو اللي اسمه دي اس ال ار، ديليت دي جنبه كده، هدوس عليها كده تمام، مسحت التاثير من الكليب الاولاني. بص بقى ركز معايا، اول ما البلاير هيد هيخش على الادجستمنت كليب التأثير بتاعي ظهر، فده معناه ان انا لو حطيت الادجستمنت كليب بقى، الادجستمنت كليب دوت يعني لاير برضو بدون وقت، ممكن اخلي التايم بتاعه الى ما لا نهايه، ازوده زي ما انا عايز، اقصه زي ما انا عايز، فانا ببدا اشكل الوقت بتاعه زي ما انا عايز. وده اللي اداني الميزه المهمه قوي زي ما احنا شفنا كده، الاحتياج ليه ان احنا كنا عايزين نضيف التاثير دوت على كل الكليبات بتاعتي زي ما احنا شايفين كده في كل التايم لاين مره واحده. دي طريقه مهمه جدا في ان انت تضيف الافكس بتاعتك على الميزه الاكتر كمان دلوقتي، ان انا لو جيت قلت لك لا انا عندي التاثير دوت فيه غلطه، محتاج مثلا يا عم على سبيل المثال ان الايزو ده يكون 1000، هل بقى دلوقتي هنلف على كل كليب واحد تاني ونعدل فيه التأثير بتاعنا؟ لا، التعديل دلوقتي هيكون مرة واحدة، لان هو في adjustment كليب هروح عندي في الافكس وانا اختار adjustment كليب، وهروح على الايزو او اي تعديل انا عايزه، وهغير القيمة. اتغيرت معايا هنا تمام ممتاز، خلاص الموضوع منتهي على كله، خلاص هو تعديل مره واحده اتطبق على كل مره واحده. فدي ميزه مهمه جدا جدا ان انت تحط التاثيرات بتاعتك في ادجستمنت كليب. وبرده الادجستمنت كليب هيساعدنا ان احنا ممكن نعمل تعديل الوان في دافينشي على كل الفيديو مره واحده، واحنا هنا كل اللي احنا بنعمله دوت اهو جبناه موجود عندنا في الافكس. في حاجات كتيره ممكن نوظفها حسب المشروع اللي احنا شغالين عليه، بس تعالى بقى نشوف في تاثيرات تانية او حاجه اسمها فلترز موجوده عندنا برده، ممكن اضيفها تندرج تحت التاثيرات اللي احنا ممكن نستخدمها في دافينشي على الفيديوهات بتاعتنا. فتعالى كده نمسح التاثير بتاع دي اس ال ار دوت من الادجستمنت كليب ونروح على الفلترز. هنلاقي عندنا حاجات احنا ممكن نكون عارفينها شويه برضو زي الجازيان بلور، اللي هو لو انا عايز اضيف نغمشه على الفيديو بتاعي، بص كده، بص بقى قبل بص بعد، نغمشه على الفيديو بتاعي اضيف له بلارنس، ممكن اديله جازيان بلور. في زوم بلور دي برضو بتبقى جميله، تدي لك احساس الدريمي لوك كده، بص كده قبل بعد قبل بعد، واخد بالك. وكل القيم في التاثيرات او الفلترز ديت سهل ان انا اعدلها. لو جبت مثلا الزوم بلور وهحطه على الادجستمنت لاير بتاعي كده واسيب، هقف في الادجستمنت لاير، هخش عندي في افكس، هلاقي عندي الزوم بلور نزل هنا كده. ممكن ازود الاماونت اللي هو نسبه الزوم بالشكل ده، سنتر اكسكلوجن، اغير المكان بتاع السنتر بتاعي كده. جامد الموضوع، جامد وجميل. في عندك حاجات كتيره بقى تقدر ان انت تتحكم فيها هنا برضو زي ما احنا شايفين عندي هنا كده. اعمل كي فريم للتاثير ده، يعني مثلا اخلي الاماونت في الاول من غير اي تاثير، وبعد شويه هنا كده مثلا اخلي الاماونت بتاعي يزيد كده. ممكن اغير برضو السنتر بالمنظر ده. طب مش عاجبني ده خالص فهعمل له ديليت. الفكره برضو هنا في عندي حاجات في فلترز هي تعتبر خاصة بالنسخة الاستوديو زي اللينس بلور دي مثلا. هتلاقي حاجات كتير عندك في الفلترز بقى هي محتاجة النسخة الاستوديو ولكن مش محتاجينها دلوقتي، يعني خلينا الاول نخلص النسخة اللي معانا ديت ونفهمها ونشوف احنا محتاجين نسخة استوديو ولا لا. في افكت برضو حلو قوي بيستخدم بكثرة، فكرة الكاميرا شيك ده برضو لو انت عايز تضيف هزه في الكاميرا بشكل ديجيتالي، بحيث لو الكاميرا عندك ثابته في مثلا الشوت اللي احنا كنا حاطينه في الانترو في الاول ده كده، عايز اضيف شويه شيكي كده في الكاميرا بتاعتي، فهجيب الكاميرا شيك وهرميها على الكومباوند كليب بقى مره واحده اللي هو كل حاجه. بص قيمه بقى الشيكنس دوت الهزه ديت، بروح عندي في الانسبكتور افكس كاميرا شيك اهي،
وعندك كل القيم بقى، كل الحاجات دي يعني دي مش قاعدة، مش حاجة ثابتة، بتبقى حسب اللي انت شايفه مناسب ليك. في عندك برضو افكت او فلتر كده اسمه فيلم دامج، بيدي لك الشكل ده كده. فيلم جرين ده طبعا هتلاقيه على طول يقول لك استوديو، ممنوع تستخدم الحاجات فاهم الاحترافية شوية، بس في حاجات برضو كويسة جدا مش محتاجة الاستوديو خالص. عندنا برضو الجزء بتاع الكي، ده جزء مخصص ان انا ممكن اعمل بيه فصل الكروما، ممكن استخدمه في ان انا اعزل بيه الكروما زي ما هنشوف باذن الله في الفيديوهات اللي جايه، ازاي ممكن اشيل الكروما بتاعتي بمنتهى السهوله، او اي جرين سكرين او بلو سكرين على دافينشي بشكل نظيف وسريع ونتيجه احترافيه ان شاء الله. في عندك اللايت ريز من الافكتات المشهور بيها دافينشي اللايت ريز، ودي مجاني، ده ممكن تستخدمه عادي. هحطه مثلا على الكليب نفسه ده كده، وهخلي السوفتنس بتاعه، بص السوفتنس كده خليها اقل حاجه عشان يبان معايا الريز دي. شايف الاشعه بتاعت الشمس اللي هي معديه دي كده؟ فكده مثلا انا ظبطت بشكل سريع جدا. تعالى كده بص النتيجه قبل وبعد، قبل وبعد كده انا اضفت شكل الشعاع بتاع الشمس كده، هو مخترق الميه ومخترق الجسم نفسه، البادي نفسه. شايف الفليرز دي من التأثيرات او الفلترز اللي بتدي نتيجة يعني بتقلب الفيديو مرة واحدة. فبإذن الله الفيديو الجاي احنا خلاص كده جاهزين ان احنا نعمل ريندر للفيديو بتاعنا. لو احنا خلاص خلصنا المشروع بتاعنا هنبدأ نتعرف على الريندر او الديليفر في برنامج دافينشي، ازاي نعمل ريندر للمشروع بتاعنا او الفيديو بتاعنا، التايم لاين بتاعنا، حاجات كتيره ايا كان اللي احنا محتاجين نعمل له ريندر، ازاي نعمل ريندر ونفهم القصص دي كلها بتاعه الريندر، الصيغه والمكان والاعدادات دي كلها. فده باذن الله اللي هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي. فصديقي اللي مش هينسى ان هو يعمل لايك للفيديو قبل ما يقفله، عشان ده بيساعد جدا في نشر المحتوى، وكمان بيدعمني جدا ان انا استمر واكمل في تنزيل فيديوهات من كده اكتر، والكل يستفيد باذن الله. وتاكد انك عامل سبسكرايب في القناه عشان باذن الله اشوفك الفيديو الجاي. انا عمرو عطله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.